السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منار مصطفى، وفيديو جديد وصفة جديدة. هنعمل مع بعض النهاردة احلى زبادي لسحور رمضان، وهنعمله معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير كلكعة كتير وورق فويل وحمام مية زي ما بنشوف. هنعمله بطريقة سهلة جدا وهتطلعوا احلى زبادي ممكن تدوقوه. يلا بينا نشوف عاملة ازاي. اول حاجه معانا كيلو لبن مغلي، بنغليه بطريقه معينه علشان الزبادي تطلع كويسه. بنغليه على نار عاليه. اول ما يبدا يغلي بنروح مهديين النار لمده 10 دقايق كده. بنسيب اللبن يطلع البخار والميه الزياده اللي فيه، عشان لما نيجي نعمل الزبادي يطلع معانا متماسك وما يكونش مشرشر وفيه ميه. وبعد ما بيغلي بنسيبه يهدى. فبنجس اللبن بايدينا كده، لو قدرنا نتحمل درجة الحرارة بتاعته لقيناها زي دمعة العين كده دافية بنشتغل فيه على طول. بنشيل وش اللبن ونبدأ نشتغل فيه على طول، ما ينفعش نشتغل في اللبن وهو سخن. معانا لكل كيلو لبن معلقتين كبار من الزبادي، اللي هي العلبة الصغيرة دي. الزبادي دي بمثابة الخميرة اللي هتخلينا نعرف نعمل الزبادي. بنبدأ ننعم الزبادي خالص. وبعد ما بننعمها بنحط شوية لبن عليها، والخليط ده لما بنتأكد ان هو مفيهوش كتر خالص ننعمه كله. بنحطه على طول على بقية اللبن زي ما انتوا شايفين كده. بقى خليط ناعم مفيهوش اي حاجة. هصبه بقى على بقية اللبن، وبكده تكون الزبادي بتاعتنا جاهزة اللي احنا ندخلها الفرن. بنصب الزبادي بقى في الكوبايات. انا عامله معايا 6 كوبايات ازاز بالظبط. ممكن تعملوهم في طواجن فخار زي ما تحبوا. بنكون بقى مدفيين الفرن على نار هادية لمدة 10 دقايق. بعد كده بنطفي النار، وبندخل الزبادي على الفرن الدافي. بنغطيها وبندخلها. بنحطها على الرف اللي في النص وبنطلعها تاني يوم من الفرن. وهنا الزبادي بعد ما طلعتها من الفرن تاني يوم متماسكة جدا وجميلة. ولسه ما دخلتهاش التلاجة، المفروض ان احنا بندخلها التلاجة. متماسكة وجميلة جدا. هندخلها بقى التلاجة شوية. وبنحطها في التلاجة 3 4 ايام عادي، بناكل منها مش بيجرالها اي حاجة. وممكن ناخد منها نعمل زبادي تاني. فالزبادي جميلة زي ما انتوا شايفين ومتماسكة جدا من غير ما تتحط في التلاجة. هندخلها بقى التلاجة ونرجع اوريها لكم تاني. وهنا الزبادي بعد ما طلعتها من التلاجة خلاص. انتوا بتطلعوها وقت ما تحبوا. وزي ما انتوا شايفين انا بقلبها مش بتقع ولا حاجة، وده دليل ان هي متماسكة جدا وما فيهاش اي مية. لو تبعتوا كل حاجة زي ما انا ما قلت تطلع معاكم متماسكة كده وجميلة. وناعمة وكريمية، وبجد ألذ زبادي هتدوقوها في حياتكم وانتوا عاملينها في البيت. وطالعه بوش جميل من غير بقى مكنه زبادي ولا حمام ميه سخن. الزبادي تحفه. يلا بقى روحوا حضروها لسحور بكره. كل سنه وانتم طيبين. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تدوسوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل حاجه جديده بنزلها. سلام.